السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أسود الأطلس النهاردة أمام الفراعنة في مباراة نصف نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عام. طبعا في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 بتوقيت المغرب. طبعا ديربي عربي خالص، الكل منتظر المباراة ديت بفارغ الصبر. الكل عارف قيمة وقامة الفريقين. الكابتن أسامة نبيه اتكلم واحترم جدا طبعا المنتخب المغربي، واتكلم قال لك يمتلك لاعيبه على اعلى مستوى، يعني وقال لك في تطور كبير جدا طبعا ملحوظ للجميع على الكره المغربيه خلال السنوات الماضيه. وايضا الكابتن محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي ايضا قال لك منتخب مصر هناك ايضا لاعيبه مميزين جدا وعندهم لاعيبه يعني على اعلى مستوى. وقال لك يعني احنا نكون واضحين، اي كوره او اي فرصه هتجيلنا نسجل عشان طبعا يعني نرتاح في خلال مجرى المباراه. وقال لك طبعا انا عاوز اوصل كاس العالم وانا بطل افريقيا. طبعا انتوا عارفين المنتخب المغربي بطل بدأ البطولة بفوز على كينيا ب 3-2، ثم تعادل امام زامبيا 0-0، ثم فوز على تونس ب 3-1، ثم فوز على منتخب سيراليون بنتيجة 1-0. قدر يسجل 7 اهداف، دخل في مرماه 3، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. منتخب مصر طبعا فوز في المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا 1-0، ثم هزيمة من سيراليون بنتيجة 4-1، ثم تعادل أمام زامبيا بنتيجة 0-0، ثم فاز على منتخب غانا بنتيجة ركلات الترجيح بعد التعادل، وفاز أيضا على تنزانيا بنتيجة 1-0. سجل 5 أهداف ودخل في مرماه هدفين، فاز في مباراتين وخسر في مباراة وتعادل في مباراتين. يعني المستوى يعني لحد ما رايح للمغرب شويه. لكن المباراه النهارده هتكون دايما صعبه على الفرقتين، مميزه على الفرقتين. الكل طبعا والجمهور منتظرها، وان شاء الله تكون مشاهده ممتعه للجميع. كل التوفيق على قناه بين سبورت، 9 بتوقيت مصر، 7 بتوقيت المغرب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.